القائد الأمريكي المغرب صديق قديم وإنزال الجوي يحسم معارك المعاصرة. أكد ليوتنتان كولونيل جون ستاهيلي قائد السرب المظليين ضمن فريق قوة العمل بجنوب أوروبا التابعة للقوات المسلحة الأمريكية في إفريقيا المعروفة باختصار باسم سيتاف، إن المغرب فضلا عن كونه شريكا موثوقا فإنه صديق قديم للولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن تمرير الأسد الإفريقي الذي تحتضنه المملكة يبرر هذه المصادقة والعلاقة الطويلة الأمد بين البلدين. المسؤول العسكري الأمريكي استغل فرصة حضوره ومشاركته في تمرير المظليين والإنزال الجوي الذي جرى بنواحي قاعدة الجوية السادسة بمنطقة بن قرير ضمن تمرير مناورات الأسد الإفريقي 2023 من دورها السابعة، ليعتبر بوضوح صراحة معرض التصريح لجريدة الإسبريسو الإلكترونية عن إشادة أمريكية متجددة بعلاقات الصداقة القوية والعميقة نسجتها روابط متعددة الأوجه وتعاون وثيق وطويل الأمد بما فتئ يوطد علاقات الرباط بواشنطن. وتابع جون ستاهيلي في حديثه للجريدة على هامش مشاركة في تمرير مذكور قائلا إن جميع تشكيلات القوات المسلحة الأمريكية المنخرطة والملتزمة بشكل تام بالحفاظ على شراكات القوية مع مختلف الحلفاء ودول الشريكة، لافتا إلى أن المغرب من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، مما يجعله من أقدم وأقرب بل أكبر صداقاتنا في منطقة إفريقيا والمتوسط. نشهد كل يوم عن عمق ومثانة هذه الصداقة والشراكة بين البلدين، يورد قائلا السرب المظليين بقوات سيتاف التابعة للقيادة الأمريكية في أفريقيا أفريكوم مستحضرا في هذا السياق إن هذه العملية المشتركة لإنزال الجوي للمشاة المظليين التي جمعت 240 جنديا مظليا مغربيا وأمريكيا قامت بتوفير تدريبات التي نحتاجها فعليا من أجل القتال وتحقيق نصرا معا وسويا في ساحات المعارك المعاصرة. ستاهيلي أكد أن تمرير الأسد الإفريقي يعد مثالا على العلاقات العسكرية الأمنية العريقة التي تجمع الولايات المتحدة بالمغرب، وزاد بنبرة واقتناع: نحن اليوم أكثر من أي وقت مضى عازمون على أننا أقوى عندما نكون معا. وجدد المسؤول العسكري الأمريكي التزام الجيش بلاده بمسؤولية الحفاظ على العلاقات القوية مع حلفائه وشركائه، وقال إن المغرب يعد من أبرز وأقدم وأقرب الحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية، وتعود صداقاتنا إلى اعتراف المغرب كأول دولة بإعلان الولايات المتحدة استقلالها. اليوم حضرتم معنا تمرين ميدانيا جويا، بل المظليين المغاربة ونظراؤهم من فيلق 173 من الجيش الأمريكي الذي يظل ملتزما بالحفاظ على العلاقات العسكرية القوية مع حلفائنا وشركائنا وفي مقدمتهم المغرب. يقول المسؤول العسكري الأمريكي نفسه متحدثا قبل أن يخلص إلى أن التمرين ابن قرير شمل مكونات متعددة من قوات الجوية والمشاة وجوانب التقنية. جدير بالذكر أن الهدف الأساسي من مناورات إنزال الجو المظليين تمثل من موائمة إجراءات التكتيكية والتقنية واللوجستيكية من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ على الميدان، مع تطوير قدرات القوات المسلحة الملكية والقوات الأمريكية في مجال إنزال القوات، ثم القيام بتحركات تكتيكية منوطة بها.
وهمت مناورة بالأساس إقامة مركز عمليات مختلط يؤمن عملية التتبع بمختلف الحالات والمناورة المحمولة جوا وتوحيد جهود خاصة على الصعيد اللوجستيكي الجوي والطبي وتنسيق الخطط لإنزال مناورات في الميدان.